ثم تعرفوا أهمية هذا الموضوع بالنسبة للرياضيين الجزائريين، خاصة أنه الآن يعني الرياضة الجزائرية تعرف يعني نقلة نوعية من حيث المشاركات سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. وهذا الميدان اللي هو يعني يتطلب الكثير من الدقة والكثير من الاحترافية، يجب تكون هناك مرافقة للتكوين يعني تحسين المعلومات ورسكلة الأطباء الجزائريين. نسعى إلى أن نطور هذا الميدان بحيث أنه ربما في خلال سنة 23 سيتم التركيز أكثر على المراكز الجهوية أيضا للطب الرياضي المزمع فتحها في مختلف أنحاء الوطن. هذا الملتقى يدخل في إطار سلسلة الملتقيات العلمية اللي نظمها المركز الوطني الذي دأب على تنظيمها. دعينا خبراء ومختصين من مختلف يعني الاختصاصات اللي عندها صلة مباشرة مع الطب الرياضي ومع الرياضيين، منهم أخصائيين في مجال إعادة التأهيل، رؤساء مصالح في مجال طب القلب والشرايين. الموضوع اللي درناه اليوم تاع الإصابة الرياضية هو موضوع يواجهه أي طبيب، سواء كان يعمل يعني على في الملاعب سور تيران، ولا كان يعمل ان كابيني دو فيل يكون او بريفي ولا او بوبليك. يواجه الإشكالية هذه. احنا حاولنا أن نطرقوا لعدة مواضيع باش نقدروا نتعلموا مع بعضنا وناخذوا تجارب من بعضنا. أنا تكلمت على الإصابة العضلية، دونك لا ليزيون ميسكولار. تحدثنا على لا فريكونس تاعها، أنها بالك الإصابة الرياضية في لا فريكونس يعني تكون هي الأولى، تاخذ أكثر من 30% من الإصابات الرياضية. احنا كأطباء شفنا باللي كاين دي كريتير باش يعاود يولي السبور تاعو، لكن اذا كان الاتليت ماهوش واجد نفسيا باش يولي السبور راح يكون مشكل كبير، وراح يكون ان ريسك باش الاصابه تعاود تولي.